المجموعة اللي أمامنا اللي بتعد واحدة من أقوى المجموعات اللي بتمثل طبعا دول غرب آسيا، وبالتحديد هنا في ملعب اللقاء يستضيف استقلال طهران الإيراني صاحب النقطة الواحدة والمركز الرابع والأخير في الاتحاد. هدفه رقم 18 في الدوري، عاد وسجل في مباراة الحزم ارتكاز مينوس داجنك رقم 45 كارلوس ادواردو النجم طبعا مميز رقم 3 اندروس الاسترالي. واخيرا في 2017 لما كان الهلال وصيف الهلال صفوفه امامنا ارتطم واصطدم بالمساعد الاول من استراليا هتان اللي النهارده ضمن التعديلات اللي حرق لعب في لوكيرن في بلجيكا. امامنا كره راسيه على طول راجع جوميز يحتفل احتفال الاسد دوري ابطال اسيا. ركنيه للفريق الايراني راسيه الهدف الاول هنا علي كريمي في هذا الارتقاء وضربه راسيه. خطوره الكرات الثابته لدى الفريق الايراني. يسجل علي كريمي القادم من سبهان امامنا هنا، والدولي الايراني اللي كان استبعد من كاس العالم الاستقلال يسجل هنا الهدف الاول في هذه المباراه بضربه راسيه. مباراه مهمه قد تكون نقطه تحول. اهميه الفوز النادي الهلال 6 نقاط وسط الركنيه دون اي رقابه. عدت الكوره ديجنك مرت منه ومرت ايضا في اللقطه الماضيه متاخر قوي في الرقابه ديجنك وجحفلي، ولكن من وضعها هو لاعب علي كريمي. هنا بيسجل اول اهداف هذه المباراه مع محاوله اللي بيقود الفريق اللي امامنا هنا فريق نادي الهلال خلفا للبرتغالي جيسوس. جده بعد ما تفوق بهدف وايضا عنده نصف نهائي كاس خادم الشريطين امام قدم بهدفين عاد وسجل انتصار. ودي امامنا كره ثانيه خطره جدا. هدف مقابل لا شيء للفريق الايراني بالركله ركنيه. الكرات العاليه محمد جحفالي على طول جنب اليمين. محمد البريك يلعب الكره العاليه جوميز، لكن علي كريمي على طول يطلع علي مع الفرق البرتغاليه والاتفاق السعودي. امامنا كره الى خارج الارض لكن ضغط الجمهور كان امامنا يطلع الكرات العاليه. كارلوس ادواردو الهداف التاريخي حاول عليها عبد الله معيوف لكن على طول الكره في الشباك. المره دي ينقذ الموقف عبد الله معيوف. بريك في الجانب اليمين من الملعب. الشلهوب يا ولد عاملها حلوه قوي، لكن المره دي على طول البرتغالي في 2015 الكرات العاليه لكن على طول دانشاك امامنا يشيل اللاعب سامي الدوسري. ادي امامنا اللمسه هنا انطلاقه جوفينكو عامل يلعب كره هتان بهابري. يلعب المره دي لاول مره كاساسي، لعب مرتين بديل في مباراة ويجري البريك. هل يرفع العرضية جوميز لكن المرة دي عملها قوية أول بريك عملها قوية باللون الأبيض في مباراة اليوم. ادي جوفينكو الإيطالي الدولي في 23 مرة. سيد حسين الحسيني كان لاعب سيد رحمتي اللقاءين السابقين. أمامنا على طول الكرة تطلع إلى ركلة يلعب في قلب الدفاع النهاردة. الكرات العالية يطلع سيد رحمتي لكن ينقذ الموقف. كده حلوة قوي التحرك من جوفينكو إلى جوميز لكن عدت الكرة على جوميز لأن المدافع كان سجل ايضا جوناثان سوريانو برضو من الاسماء الاسباني اللي طبعا كؤوس 97 اسيويه و2002 سوبر اسيوي 97 امام قطر على فكره في كاس اسيا عام 2000 على المستوى الدولي. كره الى خارج الملعب 2017. امامنا كره بالعرض استلام حلو قوي هتان ولكن هتان بهابري يا ولد على المهاره والموهبه من هتان بهابري في اللقطه الماضيه. هتان بهابري اللي بدأ يظهر مع الأخضر السعودي في كأس الخليج الأخيرة وكذلك أيضا في كأس العلاقة. جوفينكو يا ولد عاملها ولكن مين اللي مكمل ديجنك امامنا بعيدة قوي. ديجنك ركلة ركنية العالية على طول لكن يطلع. ادي امامنا هنا من جانب اللاعب اسماعيل روتي تافاريس كروز امامنا هنا للهلال بهدف نواف العابد في استاد ازادي. والهدف الثاني منتظري كأنه منتظر هذه الدقيقة وهذه اللحظة وهدف بضربة راسية في الدقيقة 30. منتظري في اللقطة الماضية باشمان منتظري حط الكرة لكن الكرات الثابتة مشكلة عند نادي الهلال في اللقاء. هذه الكرة ملعوبة من باستوزي وامامنا هنا التقدم والرأسية من محمد دان شاكر امامنا ولكن يأتي قلبي الدفاع رقم 70 محمد دان شاكر القادم من نادي صايبة واللي عمل هذه الكرة امامنا في اتجاه منتظري ولكن المطالبة هنا بتسلل في اللقطة الماضية
ولكن منتظر يسجل بضربة توزي. فرشيد اسماعيلي تمريرة وتدخل فاول. كان سبق فوز للاستقلال في مباراة الأخرى طبعا كانت 2-1. المهارات اللي عند نادي الهلال، ادي امامنا مهارة في موقف صعب وحكم اللقاء يدي امامنا فاول. 18 وهو في سن ايه يعني وصل الى 36 عام. تفاوض مساحه حلوه قوي، كره ملعوبه لكن عملها وحش قوي خسروا، لكن على طول برافو يدور حوالين نفسه. حتى المره دي يسدد تخطر تخلص الكره لو جت لكن تخبط. و2-0 للاستقلال. وادي امامنا الفرصه، لكن الكرات العاليه مميزين فيها فريق الاستقلال. جوميز صلحها حلوه قوي. جوفينكو لما حلوه هي في المرمى لكن راحت يا جوفينكو. لما حلوه لكن حطها اقوى من اللازم امامنا. لكن الظهور القوي، ظهور قوي في هذه اللحظات، لان بدا الشلهوب يشتغل، بدا جوميز يكون محطه وبيريح لجوفينكو، وخد علي كريمي خده لمه بكعبه لمه حلوه قوي. بص علي، لكن من اللعيبه برضو اللي حظها وحش الحقيقه. كرة عالية لكن كرة سهلة في ايه اسماعيلي وشوجيان، بالاضافة للاعب المميز طبعا اللاعب اسماعيل روح. الجنب الشمال هجمة جوميز المرة دي لحسن، وادي الاختراق والانطلاق وفاول وسلمان الفرج الاسماء الغيبة. كرة على طول ملعوبة. نادي الهلال قادر بالمهارات باللعب السريع. دي سباستيان جوفينكو انطلاقة من ايطاليا، ولد على المراوغة. الانذار فين؟ عنده الفرصة الشلهوب يعمل عرضية، وادي انتظارها، وادي التسديدة جوفينكو، لكن يرجعها كريمي، يرجعها. فرصة الشوط الأول كان في كورتين لهتان بهبري، وفي كرة لجوفينكو اللي راوغ فيها 6 و9 يونيو، وادي الكرة ملعوبة إلى خارج الملعب. كل هذه هنا بنتابع اللقاء من العاصمة القطرية الدوحة والكرات العالية. ملعب استقلال تسلل بشكل كبير. ادي امامنا جوميز في اختراق ومراوغه ومناوره، ولكن يعني شاكر عمل عرضيه، لكن تشوف دايما الكثافه، دايما مقفلين منتظري بعد اصابه تريزيجيه من وصول سنغاليه على فكره. طبعا اللاعب الامام الماضي ونادي الاستقلال امامنا الكرات العاليه، يعني المره دي جاله في المجموعه جاله الدحيل. امامنا هنا ادي جوفينكو لكن فين يا جوفينكو؟ مره ادواردو ومره وجود فقط اللاعب اسماعيل روتي في المقدمه هو المهاجم، وبيرجع حتى لاداء ضد الدفاعي. كرة المباريات اللي شارك فيها امامنا جوميز منهم 19 في الدوري، كذلك و2-1 على الريان في 2017. ولكن هنا حتى لا شيء. فرصه امامنا هنا راس ودون اي محاوله هجوميه. شوط الثاني ما شفناش حاجه هجوميه ابدا حتى الان. اسماعيل الى اسماعيل الى باستوزي، ولكن في رايه وفي تسلل، رايه وتسلل لاصحاب المهارات. حسن قادش يعمل عرضيه، وادي جوميز جات لك يا راجل. سجل امامنا، يسجل جوميز امامنا هنا هدف تقليص النتيجه اللي يبدو غير راضي، لان يبتعد عن الشباك 4 لقاءات، لكن عاد وسجل في مرمى الحزم هدفين، ويعود ويسجل هنا في هذه اللقطه هدفه الثاني في لقائه الثالث. سجل في الدحيل. ادي امامنا هنا المره الوحيده اللي فيها الهفوه من ميلاد، وياتي هنا ميلاد الهدف الاول للهلال بصعوبه بهديه من ميلاد. امامنا هو زكي بور كانجي في اللقطه الماضيه اخطا في استلام الكره ولم يخطئها جوميز، ويسجل هدف تقليص النتيجه.